مساء النور وكنرحب بكم من جديد في فيديو جديد. كنتمنى نلقاكم في احوال طيبه ان شاء الله. اليوم جبت لكم احسن طريقه العجينه ديال الصابلي اللي كتجي لذيذه بزاف، ما تحتاجوش تزينوها، كتجي المذاق ديالها خطير، وكذلك اللون، السر ديال اللون ديال الصابلي اللي كيجي مذهب وزوين، وتقدروا تخرجوا منه بزاف د الاشكال، كيعطي كميه اللي هي كثيره. وكذلك غادي نشارك معكم بعض اقتراحات ديال التزيين اللي كتكون سهله وبسيطه بلا كثره المكونات، وكذلك واحد التلصيقه اللي يمكن لكم تزينوا بها الصابلي كامل، كتعتمدوها في التزيين ديال الصابلي كامل. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج 4 ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، عندي كاس ونص ديال سنيده، عندي فاني. صافي كنخلط هاد المكونات كامله كيف ما كتشوفوا هي الاولى. كنحاول نخلط مزيان هذيك الزبده مع سنيده، عاد كنضيف الزيت والبيض يعني تدريجيا. صافي كيف ما كتشوفوا من بعد ما خدمت الزبده وسنيده كنضيف كاس ونص ديال الزيت نفس القياس ديال السنيده. ضروري تخدموا في هذه المرحله هذه، تخدموا الصابلي مزيان اولا اي حلوه في هذه المرحله هذه حتى كتولي ديك الزبده كتذوب تماما، وكيولي الخليط عندنا على شكل بوماد باش كيعطينا نتيجه اللي هي زوينه كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. والبيض خليوه حتى لهذه المرحله هذه، ما تصبقوهش على الزيت، ما كيخليكمش تخدموا ديك الزبده مزيان. فمن الاحسن تضيفوه في هذا نضيفوه من بعد الزيت. صافي كنخلط المكونات مزيان كيف ما كتشوفوا، راه خدمتها انا غير مسرعه لا فيديو باش ما يجيش طويل. كنحصلوا عليها بهذا الشكل هذا. بالنسبه للمكون اللي يعطينا واحد المذاق واللون اللي هو زوين بزاف، عندي هنايا الكريمه ديال اللوتيس اللي كتجي لذيذه بزاف، كتعطي واحد المذاق خطير لهذا الصابلي. وكذلك تقريبا واحد 2 معالق ديال نيدو اولا اي حليب غبره عندكم. هذيك الكريمه ديال اللوتوس كتعطي واحد المذاق لذيذ بزاف للصابلي، احسن من اي نكهه واحده اخرى. كاين بزاف النكهات ولكن هذه راه كتجي خطيره. صافي كنخدم المكونات مزيان وغادي نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع ليا. بالنسبه للخماره درت معلقه صغيره تقريبا نص ديال الخماره ديال الحلوه اللي من فئه 8 غرام. ضروري كنديروا ديك راه ما كتعطي حتى شي فرق. كنشوف بعض الناس ما كيديروش الخميره في الصابلي، ولكن راه كتعطي واحد، هي ما كنديروش كميه كثيره ولكن كتعطي فرق كبير. كيجي داك الصابلي مهوي وكيجي يعني ما كيجوش فيه داك بحال العجينه من ما كنديروش فيها الخميره، ما كيجيناش داك الصابلي كيجي هكايا الا ما درتوش فيه الخميره واخا غير شويه كيبقى كيجي منبل هكايا من الفوق، ما كيجيش زوين. صافي كنديروا ديك تقريبا ديك 4 غرام وكنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. انا حاولت نعطيكم يعني جميع الاسرار باش ينجح معاكم ويبقى في نفس محافظ على نفس الشكل ديالو في الفران. بالنسبه للدقيق انا ديجا مغربلاه، ضروري تغربلوه صافي، ويكون من النوعيه اللي هي مزيانه ديال الحلويات. صافي كنجمعها بدون ما كندلكها، غير بصباعي كيف ما كتشوفوا حتى كتجمع ليا. كنقص واحد شويه ديال العجينه اللي غنخدم بها واحد الشكل اللي غادي نكورو هكايا بيديا. كيخص العجينه تكون خفيفه واحد شويه. اما بالنسبه اللي غادي نطلقوا هكايا بالدلاك وغادي نقطعوا بالقطاعات، فخصو يكون شويه قابض في راسو. داكشي علاش نقص هذاك شويه ديال العجينه. وهذه ضفت ليها، زدت ليها شويه ديال الدقيق باش كتجمع راسها واحد شويه، ما كتبقاش مرخوفه بزاف. الطريقه كيف ما شفتوا راها واضحه. خاص نحصلوا على الخليط بهذا الشكل هذا. من بعد ما جمعتها غادي نقسمها هكايا لاربعه الاجزاء، بغيت نخرج يعني 5 ديال الاشكال.
العجين كيف ما شفتوا منين قطعتها بالكوبات، شفتوا كيفاش دايره من الداخل، كتكون مرمله. العجين ملي كنشوف يعني كنقسموها وكنشوفوها يعني بحال هكاك، راها دونك راها ناجحه، فبلا ما يعني تخافوا منها، راه غيجي صابلي زوين. صافي الشكل الاول اللي قلت لكم من نقصوا من العجينه اللي خليته خفيف واحد شويه. كندير هكايا كريات اللي يكونوا صغار الحجم اللي بغيتو، وكندير فيه واحد الثقب الوسط، وكندخلوا الفران على عافيه مهيله حتى كيطيب مزيان. ما تجهدوش العافيه باش كيجينا داك الصابلي، يعني كتجينا ديك الحلوه طايبه حتى من الداخل، وكيجي المذاق ديالها زوين. الا زربتو عليها في الطياب ما كتجيش زوينه. صافي بالنسبه للشكل الثاني كناخذ هكا قطعه دائريه وكنشكل بها كيف ما كنشوفوا الصابلي. درتو شويه انا ما رققتوش بزاف حيت ما غاديش ندير وحده على وحده. الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا من بعد ما طاب على عافيه مهيله ضروري، كيف ما كتشوفوا راه كيبقى محافظ على الشكل ديالو، وكيجي زوين بزاف. اللون اكثريه هو اللون ديالو، شحال كيجي زوين بهذيك الكريمه اللي درنا فيه، وما كيجيش ما كيجيش يعني ابيض، كيجي اللون ديالو مذهب. كيف ما شفتوا الاشكال كلها خدمتها بنفس الطريقه. شكيلات كاملين كنحاول نوريهم لكم. الا بغيتوه نتوما الا كنتو غديروا وحده فوق وحده فيمكن لكم ترقوا الصابلي اكثر من هكا. انايا غادي نزينو، ما غاديش نوضع وحده فوق وحده. ودابا غادي ندوز معكم الشكل ديال التزيين. بالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري، يمكن لكم تزينوا يعني بالشكل اللي بغيتو. المهم هو انه يكون الصابلي ناجح وفيه مذاق اللي هو زوين، باش واخا كديروا غير شي تزيين بسيط كتجي ديك الحلوه بنينه بزاف. هنايا خديت شويه ديال المكسرات اللي متوفره عندي. درت شويه ديال لوز ايفيلي، شويه ديال اكاجو، وشويه ديال بيستاش. وعندي بالنسبه للزلافه الاخرى درت كاوكاو اللي فسختو وقطعته هكاياك بالموس على شكل طولي رقيق، وحمرته هكايا غير في الاله ديال البانيني. كتجي واحد التحميره فيه زوينه وموحده، كيجي لون واحد وما كيتحرق لينا ما والو. ما كياخذش منا يعني وقت طويل. ما كنحتاجوش نبقاو الفران كنبقاو خصنا كل مره نحركوه، بلاصه كتحمر وبلاصه لا. فمن الاحسن الاله ديال البانيني كتعطي واحد النتيجه زوينه. بالنسبه للمكسرات اللي ضفت لهم هنايا الكراميل اللي ديجا حضرته من قبل. الا بغيتو الطريقه خليوها ليا في التعاليق باش نشاركو معاكم. وزدت عليهم واحد المعلقه ديال الجليكوز باش كيعطيني ديك التعليكه. دفيتو وضفتو الكراميل وكذلك المكسرات وخلطت كلشي مع بعضياته. بالنسبه للكونفيتور ضفت ليه واحد شويه، درت تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الكونفيتور وكذلك معلقه ديال الجليكوز وشويه ديال الملون احمر باش كيزيد يعزي داك اللون ديال الكونفيتور ديال الفريز. بالنسبه للشكل الاول كنوضعوا هكا تقريبا غير واحد شويه في الوسط ديال الحلوه، وغادي نزيد نزينها بواحد الخطوط ديال الشكلاط اسود وشويه ديال بيستاش من الفوق. انا كان عندي بيستاش يعني ديجا محمر بزاف. نتوما الا كان عندكم بيستاش يعني شويه يعني باقي خضر من الاحسن. صافي. وبالنسبه للشكل الثاني كنوضع فيه هاد التعليكه ديال المكسرات اللي ديجا ذكرت معاكم. والشكل الثالث اللي هكا على شكل ورقه هو اللي كندير فيه داك الكاوكاو اللي صاوبت على هذا الشكل هذا. كندهن شويه ديال الكراميل وكنوضعو هكا، كنوضع شويه فوق من داك الكراميل وكنعاود ندير عليه كذلك خطوط بالشكلاط الاسود. وكتكون النتيجه هي هذه. شاركت معكم، حاولت يجي الفيديو مختصر. الطريقه راه سهله ديال التزيين. كيف ما شفتوا زينت هكايا غير بخطوط وكيجي المنظر ديالو زوين. بالنسبه
الاشكال الاخرين، حتى هي درت فيها شويه ديال الكراميل في الجنب ودوزتها في داك في الكاوكاو كومكاسي اللي ديجا تا هو صاوبته. وهذيك اللي درت فيها داك الشكل المربع اللي زينته اللي وضعت فيه الكراميل مع المكسرات. زدت عليه واحد خطوط بيضاء ديال الشكلاط باش كيجي كيخرج داك اللون وكيجي الشكل ديالو زوين. كيف ما كتشوفوا الكميه اللي خرج ليا كميه اللي هي كثيره واشكال اللي ساهله في التزيين ديالها وبسيطه. وكذلك بالنسبه للشكل اللي درت فيه الشكلاط ابيض، وضعت فوق منه شويه ديال الورد هكايا، داك الشكل الدائري اللي شكلت معاكم، وشويه ديال العقيق اللي في الدوغي كيعطي واحد الشكل اللي هو زوين. كنتمنى الشرح ديالي يكون باين الا طولت عليكم، غير باش يكون الفيديو واضح، حيت اختصرت يعني بزاف ديال المراحل باش يجي الفيديو قصير. بالنسبه للتلصيقه اللي اعتمدت في التزيين كامل، العسل مع دي مرسو ديال الشكلاط ابيض اللي ذوبتهم هكايا فوق البوطه، خدمت بهم الاشكال كاملين. وبالنسبه للطريقه اللي غادي يسولني، سخنت غير شويه ديال العسل وعلى حسب الكميه اللي بغيتو، دزت عليه شويه ديال دي مرسو ديال الشكلاط ابيض حتى داب، خلطتهم مزيان وتقريبا كيجي بحال الكراميل، ما كاينش فرق، هو اللي اعتمدته في التزيين كامل. هنايا كيف ما كتشوفوا كنوريكم الاشكال كيف ما قلت لكم عن قرب، وبغيت نقول لكم يعني دوك الشكيلات اللي في الجنب يعني بلا ما تقيدوا بالتزيين اللي درت انايا. كيف ما كتشوفوا منين ما قدتنيش ديك التعليكه ديال المكسرات، فانايا دوك الشكل المربع دهنتو هكايا النص ديالو دهنتو بالكراميل ودوزتو في الكاوكاو كومكاسي على نفس الطريقه اللي درتها الكاوكاو اللي قطعته هكايا بالموس على شكل طويل اللي درت خدمت به هذا الشكل هذا اللي كنوريكم دابا فيه خطوط كحلين. نفس الطريقه هرمشت الكاوكاو في الهاشوار وحمرته في الاله ديال البانيني صافي. الاشكال ديالهم كتجي زوينه، وداك المذاق ديال الكراميل كيعطي كيتواتى بزاف مع الكريمه ديال اللوتوس، وكيجي داك الصابلي لذيذ بزاف. وبالنسبه كيف ما قلت لكم ما قدنيش يعني ديك التعليكه ديال ديك الكراميل، يعني الكراميل اللي خلطته مع المكسرات، فانا كملت التزيين غير بالكاوكاو والكراميل باش وخرجت تشكيلات اللي هما زوينين. كنشرح لكم غير باش ما يعني بتقيدوش بالاشكال، يعني بداكشي اللي عندكم كتزينوا به وكيخرج لنا تشكيلات اللي هما زوينين. كنتمنى لا فيديو يكون عجبكم والشرح ديالي يكون باين وتكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. الا كنتوا اول مره كتدخلوا القناه تشتركوا وما تبخلوش علينا بلي لايك والتعاليق ديالكم الزوينه. الى الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفات جديده، خليتكم على خير. هنايا راه حتى ساليت المونتاج ديال لا فيديو، عاد تفكرت بغيت نوريكم الكميه كامله اللي خرج ليا. كيف ما كتشوفوا وريتكم هذاك التبصيل دابا اللي شفتوا معايا، وهاد جوج طباصل يعني كبار اللي فيهم كميه كيف ما كتشوفوا اللي هما طباصل يعني كبار، وكذلك داك الطبيصيل الصغير يعني كيخرج كميه اللي هي كثيره.